للاسف الغلطه الرابعه معظمكم بيعملها فاكر ان هو كده بيبذل مجهود. الخمس غلطات دول لو كنت عملتهم كان زمان المراجعه النهائيه كلها ضاعت مني وما عرفتش الم ولا ماده، ولكن الحمد لله لحقت نفسي وتجنبت كل الاخطاء دي. والخطا الاول هو السلام عليكم، هلوما اكسبنسيف فاميلي. بما ان انت في الفتره دي بجد محتاج تكون مركز على حاجات مهمه جدا، وفي للاسف معظمكم بيعمل حاجات معينه، وانا والله فعلا كنت اقع في الاخطاء دي وكانت كفيله ان هي تضيع لي المراجعه النهائيه خالص. لان انت الفتره دي المفروض تكون ماشي بالعقل شويه، مش مجرد ان انت تيجي في الاخر اليوم تقول ده انا بذلت مجهود، ولكن المجهود ده مجهود عكسي خالص. فكمل معايا الفيديو كده اقول لك على اكتر 5 اخطاء بجد كفيلين فعلا ان هم يضيعوا كل مجهودك في المراجعه النهائيه دي. ولكن ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. اول غلطه بجد معظمكم بيقع فيها ان هو في فتره المراجعه النهائيه بيركز على كل حته في المراجعه وخلاص. لا طبعا، وانت في المراجعه النهائيه بتبدا لازم تركز على كل جزء واقع منك. انت المفروض سيبك من حته المدرس اللي بيراجع معاك او الكلام ده كله، المفروض والله من اول يوم انت بدات في المراجعه تكون مركز على المشاكل اللي عندك. يعني مثلا انا اول ما بدات المراجعه السنه اللي فاتت كان واقع مني العضويه، وكان واقع مني حاجات في الحديثه، وكان عندي مشاكل في الانجليزي شويه. كل الحاجات دي بدات اركز عليها وعاطتها الاهتمام الاكبر عن الحاجات الباقيه. مش معنى كده انا بقول لك ما تركزش على الحاجات الباقيه، لا طبعا، ولكن ابدا مراجعه بالحاجات اللي انت فعلا عندك مشاكل فيها ودوس عليها جامد جدا. تاني غلط بقى كتير منكم شكا منه وللاسف بيعملوا لحد دلوقتي، الا وهو ان انت بتقعد لحد اخر اليوم في محاضره واحده وتقعد تقول لي والله اصل المحاضره طويله والوقت بتاعها كبير جدا، فقبل ما اذاكرها بلاقي اليوم فات. ده طبعا خطا كبير جدا جدا جدا. اول حاجه هيضيع وقتك، وهتيجي على اخر المراجعه ان هي تلاقي نفسك ما انجزتش العشر اللي انت كنت عاوزه، وللاسف انت خلاص داخل الامتحانات ومفيش وقت. فطبعا انت المفروض دلوقتي تكون مدرك ان الفيديوهات الطويله جدا 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 دي ملهاش لازمه في المراجعه النهائيه. ما تقوليش والله اصل المستر والله منزل لي حصه 5 ساعات مراجعه ومش عارف و3 ساعات حل وساعتين مش عارف ايه. طب ما الطبيعي فين لو انت قعدت تسمع 10 ساعات وتيجي تذاكر اليوم هيخلص، ده لو انت عرفت تخلص كل ده. فخليك مدرك بالله عليك النقطه دي كويس جدا جدا، ومش شرط تسمع كل فيديوهات المراجعه. وانا والله اول ما بدات المراجعه نهائيه 99% من الفيديوهات ما استمعتهاش اصلا. فانت من دلوقتي كده كل الفصول اللي عندك في كل المناهج انت امسك الكتاب كده وذاكرها مع نفسك، وهتلاقي نفسك افتكرتها اللي انت كنت مذاكرها قبل كده. الا مثلا لو فصل معين عامل لك مشكله فاسمع له المراجعه، ده هيوفر معاك والله بجد وقت كبير جدا جدا. ثالث غلطه، لا تؤجل عمل اليوم الى شهر 6. يعني كلكم بيقعد يقول لي طب انا ينفع احل شوامل في بدايه شهر 6؟ ليه اصلا تستنى لحد شهر 6؟ والله بجد يعني شهر 6 ليه؟ انت ليه بتحسسني ان بدايه شهر 6 هو بدايه انضباطك وبدايه ارتياحك وان هتخطب وتتجوز فيه؟ مفيش الكلام ده خالص. بدايه شهر 6 هتكون ضغط زي دلوقتي، فانت ما تاجلش حل الشوامل من دلوقتي تقول والله انا هحل في شهر 6. شهر 6 انت هيكون معاك اسبوعين بس في شهر 6 علشان هتبدا مثلا الامتحانات. فهل الاسبوعين دول بقى انت تلحق تحل شوامل وهتعالج الاخطاء بتاع الشوامل اللي انت اكيد هتغلط في الشوامل، اكيد مش هتجيب 70 من 60 في الشامل، يعني تلحق تعالج كل الاخطاء دي في شهر 6؟ فاكيد لا طبعا. حاول تبدا من دلوقتي كده جامد المراجعه الجزئيه كل يوم مثلا تحل شامل في كل ماده. 4، بما اننا بنتكلم عن الشوامل، فللاسف انا ما عملتش النقطه دي كويس، ولكن كل مره بقول لك عليها بجد لان هي مهمه جدا جدا، الا وهي انك تحل شامل بتايمر. انا عملتها ولكن كانت قليل بصراحه، مش كل شامل كنت بحله بالتايمر. ده يفرق معاك ان هو يعودك على امتحان اخر السنه. والله انت امتحان اخر السنه دلوقتي انت بطيء مثلا في الاسئله، فبالتالي معلش انت جوه اللجنه مش هيطلب منك انت تبقى بطيء. انت لو بطيء هيجي بعد 3 ساعات ياخد منك الورق في صباح الفل. فانت المفروض دلوقتي كده والله الشامل 3 ساعات، كل شامل انت بتحله من دلوقتي لحد ما تدخل الامتحان تكون بتحله بتايمر وتظبط تايمر كده جنبك ساعتين. ومش معنى كده بقول لك كروت الاسئله، ما تكروتش الاسئله يا عم الحاج، لا انا بقول لك يعني حل كده بتأني شويه. ولكن اي سؤال مثلا تحس ان هو ياخد منك 10 دقايق، لا علم عليه وسيبه في الاخر. لو من الاخر حل كل شامل اكنك بتحل امتحان اخر السنه. 5 بقى، واللي يعتبر عندكم كلكم التوتر والتشتت في الفتره دي. اكتر فتره انت ما ينفعش تكون متشتت فيها الفتره دي، وللاسف التشتت والتوتر ده بيخليك بجد بتضيع مجهود جدا جدا وبتحرق بنزين على الفاضي. ازاي برضو؟ يعني دلوقتي والله انت تلاقي نفسك مسكت مثلا العربي، فانت عندك مثلا مشكله في العربي، تلاقي نفسك اخدت وقت كتير مثلا في مراجعه واحده معينه، فتلاقي نفسك انجزت بسرعه وكروتها عشان تدخل على الماده اللي بعدها، تدخل على الفيزياء. والله العظيم ده انا عندي مش عارف احفظ القوانين، مش عارف احل، تيجي سايبها وتيجي داخل على الكيمياء. يا عم انت بتعمل ايه؟ يعني مين اللي بيجري وراك عشان تقعد تتنط من دي على دي على دي؟ بتلاقي نفسك في الاخر والله اليوم خلص وفي الاخر انت ما طلعتش بانتاجيه تتباع ب 2 جنيه ونص، فاكيد مش هينفع طبعا كده. انت والله المفروض دلوقتي كده تعالج مشاكلك واحده واحده وتركز على كل مشكله واحده واحده. مش معنى انا عارف ان انت عندك 960 مشكله، خلاص يا عم اكتب ال 960 مشكله دي كده مشكله مشكله مشكله، ومش شرط تقعد قعده رجوله كده تحل 960 مره واحده، لا يا عم الحاج. امسك مشكله بجد وركز عليها الفتره دي، هتلاقي نفسك والله كده عرفت تنجز جامد، وكل مشكله فعلا بتاخد منك وقت ولكن فعلا انت بتنجزها، على عكس ان انت بتقعد تحاول تركز على كل المشاكل مره واحده وفي الاخر بتطلع بلح ومش بتعرف تعمل اي حاجه. سادس غلطه، وما تقوليش انت قلت 5 بس، او مش عارف انا افتكرت غلطه دلوقتي، فيعني هقولها لكم كده بثوابه.
بالنسبه للاسئله وانت بتحل الاسئله، يعني حل الاسئله بالتدريج شويه، ما تروحش تجيب اصعب كتاب خلقه ربنا في الدنيا بتاع موزمبيق 2012 وتبدا تحل فيه وتلاقي مش عارف احل. انا عندي مشاكل في الماده دي. طب والله انا مأجل، والله العظيم بص يعني أنا مش هقدر الامتحانات بتاعتها يا عم. لا، ابدا كده ايه، حل بالحاجات السهله ثم الاصعب. اكيد في كتب طبعا سهله ثم الاصعب، زي مثلا العربي، ما تروحش تبدا بكتاب بيان وكيان مره واحده. يعني كتاب بيان وكيان الشوامل بتاعتهم بجد عاليه، وهي اعلى شوامل انت هتلاقيها مثلا في العربي. فيبدا بالاضواء مره، يحل لك كام شامل كده اضواء، كام شامل الامتحان، بعد كده تخش على الاثنين دول. في الكيمياء مثلا ما تروحش تخش على الشوامل بتاع كتاب الامتحان دايركت كده، لا طبعا. اصعب شوامل انت هتحلها في الكيمياء هي شوامل كتاب الامتحان. والله انا كنت بذاكر العضويه وكنت باجي احل فيها اسئله، الاسئله دي بجد جت منين؟ انا لو ما حلتش الشوامل دي ما كنتش اعرف اصلا الاسئله دي كانت بتيجي ازاي. فيعني ايه، ابدا كده بالاسهل ثم الاصعب عشان ما تتقفلش وتيجي تعيط لي فانا اعيط لك فنقعد ما نعرفش نحل المشاكل. فيعني ايه، ركز كده بجد على الحاجات كلها اللي انا قلت لك عليها دي وحاول تتجنبها، والله بجد هتفرق في مستواك جدا جدا. وبس اسيبكم بقى عشان ورايا هم ما يتلام، ورايا امتحانات بعد كام يوم، فيعني سيبوني في حالي. وبس يا عم الحاج، اشوفك في فيديو جديد. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات بتاع الفيديوهات الجديده. وبس اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.